عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بقالي كتير مش بنزل فيديوهات، بس ده طبعا عشان انا بحضر لكم لسلسلة حلوة جدا، اتمنى ان هي تعجبكم. وطبعا رمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم بالصحة والسعادة. اوعدكم مش هغيب تاني، انا بس الفترة دي بظبط مواعيد وبظبط كام حاجة كده. انتوا وحشتوني جدا. طبعا زي ما موجود في عنوان الفيديو، ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده. قبل اي حاجه هاتوا معاكم حاجه تشربوها عشان نبدا الفيديو. واحده اللي مشتركش في القناه يشترك دلوقتي حالا واعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا عشان نبدا. عمرك حسيتي انك محبوسه جوه سجن مش ظاهر، مش مبني من حيطان، لكنه محوطك في كل خطوه انت بتاخديها؟ حسيتي انك متراقبه طول الوقت، وان العيون كلها عليكي، وان الاضواء متسلطه ناحيتك، وان كل حركة محسوبة عليكي؟ لو حسيتي بكده فانتي غالبا متعلقة بنظرة الناس ليكي اكتر من اللازم. بس تعالي كده نفكر مع بعض، هل انتي عايشة عشان هما يوافقوا عليكي، ولا عشان تعيشي حياتك بطريقتك؟ النهاردة هنتكلم في الموضوع ده من الجذور وهنتعمق فيه. اللي الناس شايفينه فيك ده مش انت، ده هما. كل واحد فينا بيشوف الناس على حسب نضارته اللي بيشوف فيها. كل واحد فينا عنده نضارة بيبص فيها من منظوره الخاص، ده بقى من خلال تجاربه، من خلال أفكاره، من خلال المعتقدات اللي اتبناها خلال سنين حياته. تخيل مثلا انك واقف قدام مراية مكسورة، كل شخص بيبص فيها شايفك من زاوية مختلفة، بس ولا واحد فيهم شايف الصورة كاملة. حد مثلا شايفك متكبر لانك واثق في نفسك، حد تاني شايفك فاشل لمجرد انك ماشي في طريق غير اللي هو ماشي فيه وغير اللي هو شايفه صح، وحد بقى تالت شايفك شخص ملهم لانك بتحقق حلم هو نفسه مش قادر يحققه. اللي معجب بيك بيكون شايف فيك حاجة حلوة هو أصلا بيحبها وبيدور عليها، واللي بينتقدك غالبا شايف فيك حاجة بتفكره بجزء من نفسه هو مش متقبله. في النهاية كل واحد شايف جزء منك، مش حقيقتك كاملة. رأيهم مش بيعبر عنك على قد ما بيعبر عنهم. باختصار رأيهم ملوش علاقة بيك أصلا. قيمتك مش مرتبطة بكلام الناس. لو اتعودتي من صغرك ان قيمتك بتتحدد على حسب رأي الناس فيكي، فده معناه ان انتي محتاجة تعيدي برمجة الطريقة اللي بتشوفي نفسك بيها. شوفي، تخيلي معايا ان انتي ماسكة 200 جنيه وقعت على الارض، واللي رايح واللي جاي بيدوس عليها. جيتي بقى خدتيها، لقيتيها طبعا متكرمشة وحالتها حالة. نسأل نفسنا سؤال بقى مهم هنا، هل قيمتها اتغيرت؟ لأ، هي لسه 200 جنيه زي ما هي. انتي بقى كده بالظبط، ممكن تمري بتجارب صعبة، ممكن تتعرضي لانتقادات كتيرة، بس قيمتك تفضل ثابتة. لأن قيمتك مش في رأي حد فيكي، قيمتك في ذاتك. ودي بالمناسبة حاجة محدش هيعرف ياخدها منك ولا هيعرف يقلدك فيها. ليه بنخاف من كلام الناس؟ هل لأننا بنخاف نحس بالرفض أو الوحدة؟ بس عاوزاكم تسألوا نفسكم سؤال، هل لو حد انتقدك هل ده هيموتك؟ هيدمرك؟ لا، ده مجرد إحساس في لحظة وتعدي. لما تواجه الخوف ده بدل ما تهرب منه، هتكتشف إن في الآخر مجرد فكرة. فاكرين أول مرة وقفتوا تتكلموا فيها قدام ناس كتير، زي مثلا presentation في الشغل أو في الجامعة، يمكن حسيتوا وقتها بتوتر، قلبكم كان بيدق بسرعة، خفتوا تغلطوا أو حد يحكم عليكم. بس كل ما قررتوا التجربة التوتر بيقل تلقائي، وبتتكلموا بثقة من غير ما تفكروا في نظرة الناس ليكوا. الخوف من كلام الناس زي كده بالظبط، في الأول بتحسوا بعدم الارتياح، لكن لو واجهتوا هتلاقوا إن مع الوقت ما بقاش ليه تأثير عليكم. المعادلة مش لازم تكون دايما في صالحهم. قبل ما تفكر في رأيهم عنك، فكر هم أصلا ناس تستحق اهتمامي؟ هل وجودهم في حياتي بيضيف لي حاجة، ولا أنا بحاول أرضي ناس مش فارقة معايا أصلا؟ لما تبدأوا تفكروا بالطريقة دي هتعرفوا إن مش كل الناس تستاهل وقتكم أو طاقتكم، بس مش كل حد قابلته لازم يعجب بيك، وإنت كمان مش مطالب تعجب بأي حد. تصالح مع نفسك، الكل هيبطل يهمك. في قصة لرسام قديم كان بيرسم لوحة، وكل ما يخلصها بيعرضها للناس وبيسألهم
قولولي فين الأخطاء. كل واحد كان بيلاقي عيب مختلف، كل واحد يقول مثلا العين مش مظبوطة، واحد يقول اللون مش متناسق، واحد تاني يعترض على الخلفية. في الآخر قرر انه يرسم لوحة جديدة، لكن المرة دي سابها زي ما هي وما سألش حد. وطبعا في المرة دي اللي ما سألش حد فيها كانت النتيجة ان كل الناس شايفينها تحفة فنية. الفكرة هنا انك طول ما انت بتدور على رضا الناس هيفضل عندهم حاجة يقول عليها غلط، بس لما تتقبل نفسك هيبدأوا يشوفوا فيك حاجة مختلفة. لما تتقبلي نفسك بجد بعيوبك بغرابتك بأخطائك، ساعتها محدش هيقدر يهزك، لأنك ببساطة مش مستنية حد يقولك إنك تستحقي ده. انت طبيعي عارفة لوحدك. اعمل اللي نفسك فيه مش اللي متوقعينه منك. ابدأوا بحاجات بسيطة، جربوا مثلا تروحوا لمكان جديد وتقعدوا فيه لوحدكم من غير ما تشغلوا دماغكم بكلام الناس. جربوا ادخلوا المجال اللي انتوا حابينه، ابدأوا في المشروع اللي نفسكم تبدأوا فيه، مش عشان حد يوافق عليكم لكن عشان انتوا عايزين ده. كل ما تتحدي الخوف ده هتكتشفي ان محدش في الحقيقة مهتم قد ما انتي كنتي فاكرة. كل واحد مشغول في نفسه وانت الوحيدة اللي حابسة نفسك في السجن ده. افتكروا ان كل حاجة مؤقتة، اراء الناس بتتغير، مشاعرهم بتتبدل، وجودهم في حياتك مش مضمون. فهل منطقي تفضلي مستنية رضا ناس ممكن يختفوا من حياتك بكرة؟ اللي دايم في الاخر هو احساسك بنفسك، حافظي عليه لان الحاجة الوحيدة اللي هتفضل معاكي طول العمر. تخيلي مثلا نفسك من 5 سنين كنتي بتقلقي من رأي ناس معينين، ناس كنتي بتحاولي ترضيهم وكنتي شايفة ان كلامهم ده مهم. فين الناس دي دلوقتي؟ نصهم مش في حياتك، واللي فاضل منهم يمكن ما بقوش بنفس التأثير او الأهمية بالنسبة لك او عليكي. في النهاية رأي الناس عمره ما كان مقياس لقيمتك ولا هيحدد انت مين. كل الأفكار اللي حبستك جوا سجن الخوف من نظرة الناس تقدري تفكيها لحظة ما تقرري انك تعيشي لنفسك مش عشان ترضي حد. افتكري دايما حياتك مش مسرح والناس مش الجمهور، انت البطل الحقيقي. القرار بإيدك تعيش حر ولا تفضل سجين لآراء بتتغير كل يوم. انت مش هنا عشان تكوني نسخة ترضيهم، انت هنا عشان تكوني نفسك. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى بجد تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو وحسيتوا ان انتوا استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي تحت في التعليقات عاوزين نتكلم في ايه تاني وبتتابعوني منين. وما تنسوش طبعا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، كل اللينكات هتلاقوها في صندوق الوصف. وبس كده اسيبكم واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.